في حاجات كده انا بشوف ان ما ينفعش نسكت عليها ايا كان الوقت والظروف، لازم تتقال. لان اللي بيحصل دلوقتي من فكرة ان الاهلي يشيل الليلة ويلبس فكرة ان منتخب مصر ما لعبش في الاجندة الدولية، هو مش حق يراد به باطل، هو باطل يراد به باطل. وعيب قوي، عيب قوي على اللي بيقوله. ولو اللي بتقوله صفحات بير السلم والغرزة والصفحات اللي هي معروف توجهها واغراضها، كان الواحد معلقش. انما ان يخرج صحفي مفترض ليه تاريخ في الصحافة، ومفترض ان هو يعني عمل بمؤسسات كبيرة جدا لها تاريخها زي الاستاذ فتحي سند، ويردد نفس الكلام ويقول اصل السنغال بتلعب في انجلترا وتونس بتلعب في المغرب والجزائر بتلعب في السويد ومنتخبنا ما بيلعبش زي ايام حسام البدري، وميسي لعب مع المنتخب وهينضم الانتر ميامي قبل كاس العالم، في اسقاط واضح وصريح. لا، مش هنسكت، لان مش هنسيبكم توثقوا تاريخ مزيف وغير حقيقي. منتخب مصر ما لعبش في الاجندة الدولية، والمتسبب الاول في ده هو بيراميدز والزمالك قولا واحدا، ما فيهاش وجهات نظر وما فيهاش اراء وما فيهاش انتماءات. ليه؟ لان لو حد تعب نفسه كان هيعرف ان الاجندة الدولية بتاعت شهر يونيو من 2 ل 10 يونيو. نهائي كاس مصر كان مقرر ليه 20 مايو. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان نادي الزمالك وبيراميدز مع نفسهم وبغض النظر عن اي حاجه واتحاد الكره تمام يا باشا وافقوا على تاجيل نهائي كاس مصر ليوم 5 يونيو في منتصف الاجنده الدوليه من 2 ل 10 يونيو. يعني خلاص نسف الاجنده الدوليه ونهاها. محدش يتكلم ليه؟ بيراميدز مش عايز يرهق ويتعب عشان مسافر جنوب افريقيا، فنريحه، نقول له ماشي، نقول له تمام ونأجل له الكاس. والزمالك في اللحظه دي كان اصلا ان زيزو ما يشاركش مع الاهلي في كاس العالم للانديه اهم عنده من بطوله الكاس، فقال له تمام يا باشا احنا اخوات مع بعض، اجل. واتحاد الكره اجل في منتصف الاجنده الدوليه. فكنت هتلعب ازاي مباراه دوليه واساسا بيراميدز والزمالك بوظوا الاجنده الدوليه؟ جاي بتكلم الاهلي وجاي بتتكلم دلوقتي يا استاذ فتحي. لو انت كنت حريص على مصلحة الكرة المصرية بجد بدون انتماءات، كان لازم مع قرار تأجيل مباراة نهائي الكاس كنت تخرج وتقول الكلام ده. كنت تقول لعب المباراة في 5 يونيو بوظ الأجندة الدولية وده ما ينفعش. كان ساعتها بقى أي فريق تاني الأهلي وغيره كان تعامل على الأساس ده. إنما أنت سكت وقت المشكلة الحقيقية وجاي بتتكلم دلوقتي وجايه بتتكلم نفس كلام ولغه الصفحات اللي ما عندهاش منطق ولا عندها حجه ولا عندها راي. وبعدين بقى هو سؤال، هو مصلحه الكره المصريه دي ما بتظهرش غير مع الاهلي؟ ما بتفتكروهاش غير مع الاهلي؟ كانت فين وحازم امام بيقول لرئيس الزمالك مرتضى منصور ما تشكرنيش على الهوا ان انا خرجت اللعيبه بتاعه الزمالك من معسكر منتخب مصر مع روي فيتوريا في اول معسكر ليه عشان مباراه في تمهيدي افريقيا مع فريق اقسم بالله مركز شباب كان كسبه. بتخرج اللعيبه من معسكر المنتخب عشان الكت اللي تشادي اللي انا اصلا ما كنتش اعرف انه فريق موجود غير لما الزمالك عمل الواقعه دي. كان فين مصلحه المنتخب وقتها؟ ما سمعناكوش ليه؟ ما اتكلمتوش ليه؟ ما ظهرتوش وقتها ليه؟ واللعيبه بتخرج من معسكر المنتخب وروي فيتوريا بيقول انه شيء ما شافوش في حياته. طبعا وقتها لان القصه مش مصلحه المنتخب، القصه نشيل الاهلي اي شيله ونلبسه اي حاجه، وده محدش هيسمح بيه لان ده تزييف للحقيقه وده مغالطه ما ينفعش نسكت عنها. والمضحك تيجي تلاقي حكم انا كلمتكم عنه 100 مره زي محمد صلاح عبد الفتاح، الاول كان بيقول لك اصل ده راي تحكيمي مش هتعرف تمسكه منه، بس انا قاطع عليه من بدري من ايام مداخلات رضا عبد العال واسلام صادق والشله دي، وصدقني اي حد بيغرز مع الناس دي تاكد توجهه. وقلت مره واثنين وثلاثه تلاقيه النهارده بيشير الكلام ده. طب انت كنت فين في موضوع بيراميدز والزمالك؟ كنت فين في موضوع خروج اللعيبه من معسكر المنتخب وقت حازم امام؟ كل ده
عامل نفسك نايم يا باشا، انما هتظهروا في الوقت ده. وعشان كده لازم الرد يكون واضح وصريح، وما نسمحش لحد يشيل الاهلي شيله مش شيلته، لان لو القصه دي فيها مذنب هو بيراميدز، الزمالك، اتحاد الكوره اللي بوظوا معسكر المنتخب بتاجيل نهائي الكاس عشان بيراميدز يريح، وعشان زيزو يتحرم من كاس العالم للانديه، وعشان الاهلي كان بعيد عن الموضوع تماما وعن اي استفاده. اتمنى الرساله تكون وضحت للي عايز يفهم، ده لو حابب يفهم مش عنده غرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الصياح شغال ليل ونهار. طبعا طلع ووضح محمد فارس النادي الأهلي الذكر اللي بحترمه، هو وأحمد أسامة فعلا شباب زي الورد. نقدر نقول إن إعلام النادي الأهلي وسوشيال النادي الأهلي بوجود الشخصين دول بخير، تباعا لكابتن أحمد شوبير. احنا شفنا كل اعلام السوشيال ميديا والزملكاويه وخالد غندور والصفحات ومعرفش ايه والمختلط والكلام الفاضي اللي طلع علينا، طالعين يقول لك العالم كله بيلعب والاجنده الدوليه بتلعب. طبعا وضحها محمد فارس، وضحها، بص جابها لك من تحت، يعني الراجل جابها من تحت لتحت. قال لك الدنيا كلها لعبت، وميسي لعب مع الارجنتين وهيطلع على كاس العالم، والسنغال راحت لعبت في انجلترا وكسبتها، وتونس والمغرب. بابا انت بتتكلم في ايه؟ الاجنده الدوليه كانت من تاريخ 2/6 ل 10/6، 2/6 و10 لحد 10/6 اتاجل الدوري وتاجل كاس، كل ده علشان خاطر الزمالك وخاطر بيراميدز. ما تجيش يعني فتحي سند بيتكلم، انا ما اعرفش يا استاذ فتحي، انت راجل محترم وراجل كبير، زملكاوي على عيننا وعلى راسنا، وراجل تعرف كلمه الحق فين. ما تزيفش الحقايق. انت بتزيف الحقايق ليه؟ هو انت بتزيد زيهم؟ انت طالع بتزيد زي كل الزملكاويه والصفحات، بتطلع تقول ده كل بيتظبط عشان خاطر النادي الاهلي والمنتخب ما اعرفش ايه. ايه الكلام الفاضي ده يا عم؟ ما تشوفوا انتوا عملتوا ايه قبل كده. هو حازم امام قبل كده ما طلعش لعيبه الزمالك، وكنت لسه في الكونفدراليه في دور الاربعه. يا عمي والله العظيم الواحد زهق من الكلام، بأمانة الله الواحد زهق واتخنق منكم من الكلام، وبتكيلوا ب100 مكيال مش بمكيالين. يا استاذ فتحي عيب عليك، عيب عليك لما تنساق ورا صفحات صفرة ملهاش ريحة اللازمة. العيب ما كانش في الاهلي، شايلته الاهلي الليلة، وحسام حسن دلدول وحسام حسن معرفش ايه. ليه يا حبيبي؟ طيب ناهيك بقى عن لعيبة الاهلي، سيبك من لعيبة الاهلي. لو كنا دولة بتحترم القانون وبتحترم القواعد واللوائح وكل حاجة، كان الكاس اتلعب في ميعاده والدوري خلص في ميعاده، والاجندة الدولية كانت عادي هتكمل من الزمالك وتكمل من بيراميدز ومن باقي الاندية، ولاعيبة الاهلي اللي يروح واللي ما يروحش خلاص، ودي اجندة دولية عادي. لكن انك تطلع وتمشي وراهم، انا مش فاهم. يعني انت راجل كبير وراجل محترم، ايه اللي قلبك وايه اللي حولك واتغيرت 360 درجة؟ ايه ده؟ في ايه يا جماعة؟ الاهلي حريقكوا ليه كده؟ ما كانش كاس عالم ما تقفوا جنب النادي الاهلي، وخالد غندور يطلع يلقح زي النسوان كل شوية، واسامة حسن المالط التاني، ورضا عبد العال الهجاص، واسلام صادق. ايه ده؟ والجبالي اللي مستضيف لي واحد اسمه مينا يقول لك لا انا عايز ارحلهم وعايز اقدم فيهم معرفش. اعلام زبالة، عالم وسخة، سوري في اللفظ يعني. ايه ده؟ ما شفناش في حياتنا وساخة ولا قذارة ولا انحطاط زي اللي شايفينه اليومين دول. يا عم انت متغاظ من النادي الاهلي حرقك، اعمل زيه. ما بتتكلموش ليه على بيراميدز؟ انتوا ما بتتكلموش ليه؟ ده انتوا عالم والله العظيم هتكفروا الواحد يا اخي. ايه القرف ده؟